آية في القرآن الكريم اكتشف العلم اليوم سرا مذهلا خلفها، سر قلب كل المفاهيم الطبية والعلمية رأسا على عقب، وجعل العلماء يقفون في حالة ذهول حقيقي. يقول الله جل جلاله في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لحظة، قلوب يعقلون بها؟ لماذا لم يقل عقول؟ ماذا يقول العلم؟ العلم الحديث كان يؤكد لسنوات طويلة أن العقل الوحيد المتحكم بجسم الإنسان هو الدماغ، وأن القلب مجرد مضخة ميكانيكية تدفع الدم داخل الشرايين. لكن ما كشفه العلم اليوم نسف هذه الفكرة بالكامل، فالعلماء اكتشفوا أن داخل قلب الإنسان شبكة عصبية كاملة تعرف باسم الجهاز العصبي الداخلي للقلب Intrinsic Cardiac Nervous System، ويطلق عليها علميا مخ القلب. نعم، هذه الشبكة تحتوي على أكثر من 40,000 خلية عصبية قادرة على استقبال المعلومات وتحليلها وإرسال أوامر وإشارات مباشرة إلى الدماغ نفسه. وليس هذا فحسب، بل إن الغريب حقا ما كشفه علم طب الأعصاب القلبي من أن القلب يرسل إلى الدماغ إشارات وتوجيهات أكثر بكثير مما يستقبل منه، أي إن القلب لا ينفذ الأوامر فقط، بل يشارك في المشاعر والإدراك واتخاذ القرار، بل وحتى طريقة فهم الإنسان للعالم من حوله. هذه الإشارات تصل إلى اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف والانفعالات، وإلى القشرة المخية المسؤولة عن التفكير والتركيز والوعي. بل إن القلب ينتج هرمونات تؤثر مباشرة على الحالة النفسية والسلوك، مثل هرمون الأكسيتوسين المعروف بهرمون الترابط العاطفي. لكن الصدمة الأكبر ظهرت بعد عمليات زراعة القلوب، حيث سجلت بعض الحالات تغيرات غريبة في شخصية المرضى بعد نقل قلب من شخص إلى آخر. أشخاص تغيرت أذواقهم وميولهم وحتى عاداتهم، وبعضهم أصبح يرى كوابيس أو يشعر بمشاعر لم يعرفها من قبل. حتى إن العلماء أطلقوا على هذه الظاهرة اسم الذاكرة الخلوية، إشارة إلى أن أعمق ذكرياتك وانفعالاتك ليست مخزنة في رأسك فقط، بل في خلايا قلبك. واليوم بعد كل هذا الذهول الطبي، أعد قراءة قوله تعالى في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها. لم يقل